بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية كلام كورة، كلام في المليان مع مع مين؟ يحيى والحديد. يحيى والحديد والكوان. طبعا المزاج مش حلو، واحنا بنحاول نلطف الأجواء بعد يعني تعثرات الزمالك الأخيرة، وخاصة مباراة غزل المحلة. هندخل على طول في مباراة غزل المحلة، النتيجة وما بعد النتيجة، وإقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه وباقي الجهاز. حاج محمود، شفت المباراة ازاي، مباراة غزل المحلة؟ شفت مباراة غزل المحلة. الأول السلام عليكم جميع المشاهدين، تحياتي لإخواتي في الاستوديو، دايما الإبداع محمد يحيى وأخويا وحبيبي محمد الحديدي. المباراة في بدايتها أصلا كعادة البروفيسور الفترة الأخيرة دي يعني، والعند المتراكم الغريب اللي كان شغال بيه. تشكيل غريب جدا، بيستغنى عن الاثنين اللي بيلعبوا في مركز 6 في نص الملعب. بيبدأ بباك شمال، مش باك شمال، ومعاه عبد الشافي وحاتم سكر، يعني واخد 2 باك شمال مقعدهم بره. عبد الشافي كان مستوى سيء جدا في ماتش الأهلي انت شايف ان عبد الشافي مستواه سيء؟ انا شايف ان عبد الشافي من ابرز لاعبي الزمالك في الاهداف الماتشين. كل اللي جون عندنا بتيجي من جهه الشمال، من يوم من جهه الشمال. طب بس راجع معايا كده الاهداف. الهدف الاولاني حمدي فتحي من ناحيه الباك اليمين، الساقط من ورا محمد عبد الغني بعد خروج المسلوسي، مش كده؟ حمدي فتحي وقف على صدره ولعبها بدماغه باريحيه جوه منطقه الجزاء من خلف الباك اليمين في المنطقه العاميه ما بين المساك والباك اليمين. هم الثلاثه واقفين يتفرجوا في الثلاث اجوان. انا دلوقتي ثلاث اجوان على فكره. لا انت قلت الاهداف جايه من ناحيه ماشي، ما فيش تغطيه عكسيه من ناحيه عبد الشافي. الهجوم مباشر. محمد التغطيه العكسيه لو في اوفر لاب عكسي. ايقاف ابو الفتوح، ايقاف الفتوح. خلينا وتسبب في تشكيل ان انت تلعب نيمار مره وتلعب. مش عاوزين نعيد نفسنا ونقول نفس الكلام اللي بنقوله وبنستهلكه. احنا كلنا متفقين ان مرتضى منصور عالج مشكله احمد فتوح وعبد الله جمعه مش عاوز لفظ يتحسب علينا، لكن بمنتهى السوء، اسوأ معالجه ممكن لمشكله الاثنين. فكان رايي هتذبح اذبح، عرض للبيع بيع، هتعالج وهيرجعوا تاني. فكان لازم تكون اكتر حكمه من كده في التعامل. وتاني قلنا عباءه المشجع وعباءه رئيس النادي ما ينفعش يتمزجوا مع بعض. اخطاء البروفيسور. اخطاء البروفيسور لعب من غير 2-6 يعني لا السيسي ولا دونجا في نص الملعب. نص الملعب هل الخامه اللي عنده مساعدته في الخطط بتاعته؟ يعني هل خامه الزناري هي خامه الونش مثلا؟ خامه الزناري خامه الونش او الونش القادم هو الزناري. لكن انت حتى لما نزلت الونش قادم، الزناري ونش قادم. فاهم؟ ده الزناري ده الاجوان كلها لا اشترط منه. معلش تعالى نرجع لحاجه بسيطه. الزناري اول ماتش نزل وكان نازل في الدقيقه 65 يا محمد يحيى، كان اخر الماتش ماتش الجيش وكان متلعثم. كان الماتش اللي الزمالك حسمه بالجون بتاع يوسف اسامه النبيه الرابع ده اللي عمل فيه ميسي ده. كان متلعثم ومتلخبط ومستعجل وكده. تاني ماتش بدأ كان كويس. بعد كده وقف 3 ماتشات بكلين شيت، وكان نجم الماتش وكل الجمهور اشاد بيه وفرح بيه. وعلى صفحه زي ما كنت مية النصر الناس قالوا مونش القادم. تمام. حصل له الاصابه. لما رجع في الاصابه انت رايح بتدمره في ماتش الاهلي وبتنزله مكان مميز في خط الظهر بتاعك الفتره الاخيره، حمزه المسلوسي. وليه اصلا اطلع المسلوسي؟ ده هو انا صح نازله في الشوط الثاني. ليه طلع المسلوسي اساسا؟ بقول لك كان مصاب يعني من اصابه. اذا كان الواد طالع زعلان. ده اللي قال الكلام ده اللي هو سأل هو كان محمد اسامه، صح؟ دكتور محمد كان عنده شد وساله انت جاهز؟ قال له جاهز. نزله ووقف على حيله. ولما جه طلعه كلنا شفنا محمد. سيبك مش انا اللي بقول، ده محمد اسامه. حلو، سيبك من الدكتور محمد، سيبك من فيريرا. كلنا شفنا على الخط المسلوسي هو بيعاتب البروفيسور على خروجه. واول مره تشوف المسلوسي من يوم ما جه صوته يطلع ويتكلم مع مدرب انا طالع ليه؟ لانه كان واقف في الملعب واقف كويس. تمام كده. في ماتش ماتش غزل المحله انا اخر حاجه قلت لك انا شايفها سوء توظيف. قلت لك انا شايفها السوداء وهنتغلب. سوء توظيف اللاعبين في الملعب. الابقاء على محمد عبد الغني. انت مصمم ان هي مشكله مدرب مش مشكله خامات، معايا خامات وادوات. انا فيريرا. انا بروفيسور، عندي هنا صوره للبروفيسور فيريرا مع عظماء المدربين. انا مسؤول عن القماشه اللي هشتغل بيها.
انا وافقت وارتضيت اشتغل بيها يا يحيى هشتغل. ايمن الرمادي وقف لاسوان قال لهم مش هلعب غير لما تجيبوا 1 2 3 4. ايمن الرمادي لما لقى في مشكله ايقاف كده اشتغل على القماشه اللي موجوده معاه. انت عارف ان كولر في الاهلي قال له مش مسافر كاس العالم الا لما تجيبوا راس حرب قوي وعالمي. النهارده مصرح اداره الاهلي بيقول لك احنا فعلا هنحقق طلبات كولر قبل السفر. جايبين واحد ب 90 مليون جنيه النهارده. طب ما ده الفرق بين الاداره والاداره اللي اتكلمنا الاداره والاداره، انت بتتكلم على اداره واداره. ده مدرب وقف وتمسك بحقه، ده مدرب ارتقى القماشه اللي معاه تكمل له. كلامك صح، لكن فيريرا يعلم علم اليقين ان هو لو كلامه مع مرتضى عايز كده وبيعمل مشاكل وسايب له هو يجيب اللعيبه زي ما حصل. الكلام ده كلام غلط. ده كلام حقيقي. وانت خرجت من سياق الموضوع نفسه. لا، ما كل ده في ماتش راس المحل، كل ده اسباب الهزيمه. انا عايز اقول اسباب الهزيمه ايه؟ اسباب الهزيمه من اول للاخر، من اول للاخر. اول حاجه اخطاء فنيه فجه لما عدلتها في الشوط الثاني ولعبت سيد نمر على عدلته في الجنب اليمين تحت احمد سيد زيزو، ونزلت عبد الشافي في الجنب الشمالي يا محمد يا يحيى، ونزلت يوسف اسامه نبيه يزود الانطلاقات اللي قدام. انت وقفت المحله في منطقه جزاء بلا خروج. لا، ما هي عملت اللي عليها، جابت جونين وبدات تدافع. لا هي ما دفعتش المحله لحد اخر لحظه. عبد الباقي جمال كان بيعمل تجارات هجوميه عشان ياخد المبادره ويكمل على نفس المنوال بالهجمات الاتاك اللي هي فاست بريك السريع. لكن انت ملكت الملعب لما نزلت دونجا والسيسي في نص الملعب واديت حريه انطلاق لامام عاشور وعدلت الجفتين بتوعك. شمال عبد الشافي عدلته وقدامه يوسف اسامه نبيه، في اليمين سيد نيمار وقدامه زيزو. بقى فيه حركه لقدام، بقى فيه ديناميكيه عمل. السيسي ركز ارتكاز 6 فعمل تقل في الهجمات المرتده، ما عادش يبقى عندك اتاك سريع ضاغط على جونك. الامور استقرت وهدت. انا قتلت الزناري بتوظيفه الخاطئ، لان الزناري ما يلعبش مع محمد عبد الغني وياخد اليمين، والزناري بيلعب من ساعه ما جه الزمالك على الناحيه الشمال في عدلته، يعني بيغطي على الظهير الايسر مش الظهير الايمن، وينزل ويبقى قدامه محمد عبد الشافي. لان محمد عبد الغني اللي النهارده الناس بتتكلم انه بيقعد يلعب على التليفون لحد الصبح وحاولوا معاه مره واثنين وثلاثه ووبخوه، ويعني بايه؟ يعني باماره ايه؟ خلي حياتك الشخصيه ليك اذا كنت انت هتجتهد في الملعب. كلنا شايفين ان عبد الغني ثغره، دخل في الزمالك 12 هدف منهم 9 اهداف يتحمل مسؤوليتهم بالكامل محمد عبد الغني بلا تجني. فكان اول قرار يقعد. عندي ناشئ اسمه محمد طارق، اذا تأزمت الامور محمد طارق افضل منه. طب واحنا ما رجعش شبانه ليه؟ شبانه راجع. مش رجع، ما احنا بنقول رجع ونرجع نقاس. لا هو كان في اجراء قانوني لازم يتعمل عشان البطاقه. بس ما بقول لك اديني فلوسي باين. ما خلاص اتحولت. هو بس كان في اجراء قانوني. احنا بنتكلم على الود، بنتعامل مع الانديه بالود. قال لك الاجراء القانوني عشان البطاقه الدوليه تتحول من اسم سموحه للزمالك، فهو رجع. عشان بس برضو ما نهربش، لما عدلت امورك بانت شخصيتك في الملعب. لما عدلت امورك بانت شخصيتك. مؤامرات ايه اللي بنتكلم عليه؟ جميع اللعيبه النهارده بتودع فيريرا، جميع اللعيبه حزينه على فيريرا، جميع اللعيبه شالت صوره وحطت صوره فيريرا. على فكره مش انا اللي قلت، ده مرتضى اللي قال ايه؟ مرتضى اللي قال لك انا مش هو ده الغلو في الكلام. انا لسه كنت بتكلم مع يحيى واحنا جايين. اللي انتوا بتيجوا تشتكوا منه. ما قالش مشيت لكم. قال لك مش اللي قال مش اللي انتوا بتتشكوا منه وبتقولوا ما بنلعبناش على عدلتنا. كلمه ما بنلعبناش على عدلتنا دي قالها مين؟ قالها مصطفى شلبي. قال بقول له مصطفى شلبي بيلعب مكانه، لعبه فين؟ ثانيه واحده بس. مصطفى شلبي لما كان بيقول له انت ما بتلعبش ليه يا مصطفى في النادي قدام جمال عبد الحميد واسامه نبيه؟ قال له انا جاهز، رجعت من الاصابه وجاهز. قال له طب انت لما بتنزل ليه؟ قال له انا بلعب 5 دقائق شمال و5 دقائق يمين و5 دقائق في النص، انا ما بلعبش على عدلتي، مش قادر اقف على رجلي في الملعب. ده كان كلام مصطفى شلبي اللي قاله مصطفى شلبي. والله احنا ما شفنا من مصطفى شلبي اي خير من يوم ما جه، لو هو بيلعب مع عدلته ولا غير عدلته. لكن ما بتجيبش قماش من اول يوم، ولسه برضه احنا عندنا ثقه في ان الواد ده هيرجع ياخد مستواه. كلنا شفنا مستواه مع انبي، وصدق الدكتور اشرف كامل لما قال ان لسه عنده اكتر من اللي باينه كتير، وانا متاكد ان هيقدمه كتير. ماتش المحله ماتش وخلص، ماتش النسيان الدنيا لسه شغاله، ما عندناش اي مشاكل. بنطمن الدكتور اشرف كامل اللي نزل النهارده بوست بيقول ان كده مش هنلعب في افريقيا لان هيعتمدوا الدور الاول. لا يا دكتور، الدوري هيخلص قبل البطوله القائمه من بطوله ابطال افريقيا.
كان الدوري هيخلص قبل بطوله افريقيا اللي القائمه دلوقتي ما تقوم، فالاشتراك في البطوله الجايه هيبقى بعد الدوري. على العموم سيب النقطه ده نتكلم عليها بعدين. وهيبقى اتحسن. احنا بنشكرك يا اسماء. عموما انا ليا عندي كلام كتير لسه هيتقال، هنتكلم. بس هنقوله ان شاء الله في بعد الفاصل. شكرا يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام.